صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد هنتعلم فيه خطوات مهمة جدا من بداية الكورس تفصيل المفروشات من البداية للنهاية. خلينا نبدأ بأهم خطوة في الكورس من البداية خالص. وطبعا محدش في المبتدئين يعتقد ان انا هنزل لكم الحاجات الصعبة على طول، لا، في فيديوهات هنزل بيها لما اكون بعمل فكرة جديدة حابة ان انا انزلها، لا هنزلها حتى لو انت كمبتدئة بالنسبة لك هيبقى الاستيعاب فيها ضعيف شوية في الفترة دي. قدام شوية لما هتتابعيني هتقدري تستوعبي كل المعلومات الصعبة اللي انت شفتها صعبة بالنسبة لملاية استك بكرانيش 3 جوانب، فالعمليه هتكون صعبه بالنسبه لك شويه. ده مش معناه ان انا مش هبدا انزل لكم سلسله التعليم من البدايه خالص للاحتراف، بس خليكي معايا واحده واحده. تابعي كل الفيديوهات اللي تقدري تفهميه من الفيديوهات الصعبه اللي انا ببقى منزلاها مخصوص اوريدي للناس اللي بتشتغل بس عايزه فكره جديده. اما انت كمبتدئه ابداي تابعيني في الفيديوهات اللي جايه، لان انا هبدا اشرح بالراحه واحده واحده. بس انتوا كتبتوا لي تحت اشرحي بالراحه يا ام امل، وصل لنا المعلومه كل معلومه لوحدها في فيديو عشان نقدر نستوعب، لان احنا مبتدئين. ما تملوش انتوا بس واصبروا وسدوا قصادي، وانا ان شاء الله باذنك يا رب هنزل لكم كل حاجه بطريقه مفصله وواضحه. طب اول حاجه هتتعلموها معايا ايه في الفيديو ده؟ هعلمكم ازاي اصلا من البدايه اقص القماش يطلع معايا مساوي. انا كمبتدئه اول ما بضرب المقص القماش بيبوظ مني، بيطلع مش مساوي لا من الجنب ده ولا من الجنب ده. وكمان الدنيا بتبقى صعبه جدا جدا بالنسبه لي لو جبت القماش اصلا من عند بتاع القماش وهو ضرب المقص طلع القماش مش مظبوط في البدايه وفي النهايه. في الحاله دي بحتاس وما ببقاش عارفه اسوي القماش ازاي. تعالي بقى اقول لك ازاي هتسوي القماش في خطوتين 2 بكل بساطه. حتى لو انت مبتدئه هتحترف في مسكه المقص زيك زي ام زي اي حد بيشتغل فيها على مدار سنين. تعالي بقى اوريك التفاصيل دي كلها داخل الفيديو. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. ركزوا معايا بقى في النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا. انا دلوقتي جبت القماش ولقيت الجنب ده مش مساوي والجنب الاخير في القماش مش مساوي، اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها، نفترض ان الجنب ده مش مساوي كده وداخل وطالع، اشوف قد ايه القماش محتاج قد ايه عشان يتساوي، عشان اكشف المسافه اللي انا عايزه اسيبها. اتني جزء كده منه وابدا اشوف هنا الراحه والجايه والحته الاقل في القماش اللي هي تكون داخله او طالعه كتير قد ايه. وليكن ظهرت معايا ان هي هتحتاج ان انت تسيبي 5 سم، هتحتاج ان انت تسيبي 10 سم، هتسيبي المسافه دي مش هتساوي ولا هتعملي اي حاجه، لانك انت لو فضلت تساوي جزء بجزء استحاله هتطلع بمقاسات مظبوطه. فاللي هيحصل كالاتي، انا محتاجه عشان اساوي القطعه دي مثلا هاخد بتاع اقل من القماش بتاعها حوالي 5 سم، هسيبهم هنا في القماش عادي خالص اهو وهنطرهم كده بره. ومن بعد ال 5 سم دي هبدا اقيس مقاسنا. انا محتاجه قماش قد ايه مثلا هقصه، وليكن انا محتاجه القرصه اللي انا هقصها ده طقم الكورنيش وهقص القرصه 2 متر و20. انا كده قست 1.5 متر وكده قست 70 سم يعني 2 متر و20. طيب اعمل ايه؟ اهو همسك كده ايدي تمد هنا على الحته دي، لان ده ممكن لو ما اتكتش كويس جدا هنا عند الجزئيه اللي انا واقفه عندها ممكن يرحل معايا القماش 2 سم 3 سم 4 سم، سواء هنا سواء هنا، سواء في اللي انا هقصه سواء في الباقي. فتمسكي كويس جدا كده وبعدين تبداي تعدلي قماشك. انا كده جبت اللي انا قسته 2 متر 20 الناحيه دي، وكده مسكت الايه الجنب ده بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى؟ بجيب القماش على بعضه كده اهو، بساوي القماش على بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا اعمل ايه؟ انطر القماش كده وهمسك المقص. لما هنطر القماش بقى مساوي من تحت على بعضه ومن فوق على بعضه، همسك المقص كده، ادخل المقص هنا كده بالراحه وابتدي بقى اقص. لو حسيتوا ان المقص ما بيجريش معاكي لا امشي واحده واحده كده، واحده واحده كده بالشكل ده لحد ما توصلي للاخر. لو انا زقيت شويه المقص كده هيمشي على فكره اهو في المجرى عادي خالص اللي انا ماشيه فيه. طيب بصوا كده الجنب ده اللي انا قصيته، بصوا ما شاء الله مسطره، بس مشيت واحده واحده. طبعا تقدري تحطي القماش على الارض بعد ما تعدلي كده وتنطري النطره دي لو عندك ترابيزه، او على الارض عادي خالص. احنا قصينا كتير جدا على الارض قبل ما نجيب الترابيزه. وهتروحي فارده قماشك على الارض بالشكل ده وهتبداي تاخديها واحده 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 واحده. طيب
يا ام امل انت خدتها واحده واحده كده طلعت معاكي مظبوطه، انا برضك لما اخدتها واحده واحده طلع الجنب التاني مش مظبوط. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي بقى تعالى اوريكي الطريقه التانيه، بس بعد ما هتعملي دي. يعني انت هتقص عادي خالص وبعد كده اقول لك تساوي ازاي. بس لو انت في مبتدئه وحاسه ان انت فعلا مهما تحاولي تظبطي القماش او تتنيه وجيتي تضربي المقص برضه بيطلع مش مساوي معاكي، ففي الحاله دي هنسيب لضربه المقص برضه 5 سم، يعني هسيب 5 سم في الاول وهسيب 5 سم في الاخر. طب انا يا ام امل جايبه قماش وحاسبه حسبتي ان انا يطلع معايا القماش كده بالظبط مظبوط، وانا عارفه ان انا مبتدئه وبهدر شمال وبهدر يمين زي ما انت شايفه كده، لا ابقى عامله حساب ان في ربع متر زياده اسوي منه براحه، واحده واحده لحد ما قلبك يجمد في الشغل. ربع سم دول مش هيأثر معاكي قوي في سبيل ان انا مبتدئه وبتعلم، بس في مقابل ان انت هتاخديها خطوه خطوه. بس انا اللي يهمني حاليا بقى انك في النهايه تطلع بنتيجه ان القماش اتقص كويس جدا من الجنبين. تعالوا بقى على ترابيزه القص اوريك الخطوه اللي بعد كده ازاي تساوي الجنبين، سواء ضربت المقص طلع مش مساوي سواء بدايه القماش ما كانتش مساويه. انا عماله اقول ربع سنتي ربع سنتي، لا هو ربع متر، اقصد ربع متر. ربع متر مش هيأثر معاكي كتير بس هيظبط لك الدنيا وانت بتبداي القص. تعالوا هنا بقى مع بعض على ترابيزه القص كده، عايزه اوريكم نقطه. ده كده قطعه القماش اللي انا قصيتها. خليني انا جبت لك قطعه ثانيه كمان البدايه فيها مش مساويه خالص بالشكل ده، والنهايه كمان ما كانتش مساويه بالشكل ده، يعني مساويه بس مش قوي، فاهمين؟ بس في الجنب ده اللي فيه مش مساوي اكتر. هعمل ايه بقى؟ هجيب القطعتين القماش على بعض بالشكل ده، هجيب البدايه والنهايه، ادي بدايه القماش وده نهايه القماش عادي، وهو متن 2 زي ما هو جاي من عند بتاع القماش بالظبط. وهروح جايبه الطرف ده هحطه على الطرف ده بالشكل ده كده، وهبدا اشوف الاثنين بيساووا بعض ازاي. يعني ده مساوي اكتر من ده، تمام؟ هوجه الكاميرا كده على ترابيزه القص عشان اوضح لكم انا اقصد ايه. بصوا بقى ركزوا معايا في الحته دي كويس قوي. ده كده القماش الاول قبل اي حاجه لازم يكون من فوق، من هنا من عند المقفول هو اللي مساوي. هجيب ده على ده كده من فوق، ده على ده، القماش من فوق لازم يكون على بعضه كويس جدا كده. بلاش انتوا كمبتدئين لو بتجيبوا قماش من عند بتاع القماش واخر حته في التوب بلاش تجيبوها، لان القماش بيبقى مكسر قوي، فالتكسيره دي بتبقى محتاجه تتكوي، فانت هتروحي تكوي تحس ان البورصل سابق بعضه، فالدنيا هتبقى صعبه، وهي اصلا بتبقى صعبه عليكم لوحدها. تعالوا هنا بقى مع بعض. انا ده متاكده ان هو مش مساوي احسن حاجه، واللي تحت مش مساوي خالص، فهعمل ايه؟ هقرب ده على ده كده اهو على الاخر خالص، هجيبه على الاخر خالص وهبدا انطر القماش كده. هعمل ايه بقى؟ خلاص انا اتاكدت ان هو من فوق من هنا مساوي على بعضه، دي اهم نقطه. هبدا اجيب كمان، هرحلها كمان شويه لان لسه في من الطبقه اللي تحت قماش كتير باين. هبدا اجيبها كده على بعض وهنطر القماش كده. طبعا الكلام ده تقدروا تعمليه على الارض زي ما قلت لك. وهبدا الفلك بقى الجنب اللي هو مش مساوي ناحيتكم، انا بس اتاكدت ان فوق القماش على بعض هنا، بس عشان خاطر التصوير بحاول ان انا الكاميرا تكون واضحه اكتر. هنا القماش مش مساوي، هنا القماش ايه؟ مش مساوي على بعضه. هعمل ايه؟ اقل نقطه هنا، اقل نقطه في القماش هنا، يعني اقصر حاجه في المسافه. لو انا قست من تحت وقست من فوق هلاقي اللي تحت اقل بعيني كده، انا شايفه من بعيد اهو ده وشايفه من تحت. فهعمل ايه؟ هجيب المازوره وهقيس اللي تحت اشوفه قد ايه. اللي تحت بالظبط 110 ونص، 110 ونص بالظبط. تعالوا بقى نشوف من فوق كده اللي فوق قد ايه. اللي فوق 112 يبقى انا هنا كده فوق 110 ونص، وهروح واخده نقطه فوق واجي هنا في نص القماش 110 ونص، وهاخد نقطه هنا كده
وهاجي تحت 110.5 دي اقل حاجه اصلا تحت، وهروح معلمه وهوصل ده كله ببعضه وهوريكم ده دلوقتي. هنعمل ايه؟ خلينا بعد الكاميرا شويه كده عشان تستوعبوا معايا بالظبط اللي هعمله. لما جبت القلم كانت المازوره وقعت، المهم عماله ايه دلوقتي تحت في الفيديو. طيب هنعمل ايه؟ هنقيس من هنا كده ونشوف على اقل نقطه هنا عندنا 1.10 زي ما قلت لك. هو بالظبط هي على فكره 110.5 اهي. ممكن اعلم على 110 على طول مفيش مشكله، اسيب النص سنتي دي واروح واخده نقطه على 110. طبعا لو انتوا فاكرين انا كنت واخده القماش اصلا عايزاه 2 متر و20، فهي 110 على المتني يبقى 2 متر و20 اللي انا عايزاه. يعني 110.5 زي ما انا قست تحت بالظبط على اقل نقطه. وهاجي فوق طبعا انا بقيس من ناحيه المقفول للمفتوح للجنب اللي احنا عايزين نسويه. وهبدا اعمل ايه؟ انا هنا كنت بقرب المسافات عشان اعلم المسطره. انا عندي طبعا مسطرتين، مسطره كبيره ومسطره قصيره. عندي مسطره 60 سم وعندي المسطره المتر. المساطر دي نقطه مهمه جدا جدا، من اهم الحاجات اللي لازم تكون متوفره عندك كمبتدئه. وعلى فكره ما بستغناش عنها خالص، ولما تيجي تجيبوا هات السلستين دي لانها بتعيش جدا وما بيحصلهاش اي حاجه نهائي. تبقى طويله المدى معاك، يعني ازاي الخشب ممكن تبوظ، البلاستيك ممكن يتكسر كده يعني. وهعمل ايه؟ هروح معلمه كده اهو. بصوا بقى، بصوا هنا كده. عايزه بقى كده ايه اقرب الكاميرا عشان تبقوا مستوعبين معايا. بصوا هنا قليل ازاي، بصوا فوق القماش عامل ازاي. هعمل ايه بقى؟ هاجي لها انا بقى من الناحيه الثانيه لان انا شوله وده كده مش على عدله ايدي، وهبدا اقص القماش من هنا كده. كده انا بساوي الجنبين مع بعض كده. انا من ناحيه المقفول بقيس من ناحيه المقفول للمفتوح. ده المفتوح عشان يبقى انا كده بقص الطرفين متطبقين على بعض وبنقصهم. طبقي ده بقى على اي قماش عندك، حتى لو قطعه قماش مربعه 50 في 50 مثلا، قطعه صغيره عايزه تسويها بنفس الشكل، بتطبقي الطرفين على بعض وبتقيسي من ناحيه المقفول لناحيه المفتوح. ووريتك كده دلوقتي في قطعه صغيره عشان اثبت لك المعلومه. كده انا عملت ايه؟ شايفين الجنب. اولا الملايات اللي بكرانيش اللي بنشتغل عليها لازم تكون القرصه مساويه جدا من الجنبين، لان لو هركب عليها قطان او كرانيش فالجنب ده لو مش مساوي حرفيا بيبقى شكل الفينش النهائي زباله. كمان ما بتتنيكي تلف حوالين نفسك وتقولي ليه الخياطه معايا مش مظبوطه، ليه حاسه ان انا الحاجه ما بتطلعش معايا نظيفه شكل ما بشوف مثلا في فيديوهات المقامه. تعالوا بقى مع بعض اوريكم ده على قطعه قماش صغيره. بصوا بقى، بصوا قطعه القماش ده عامله ازاي. بصوا القماش عامل ازاي. بصوا الجنب كله فيه جنب قصير وجنب اعرض فوق شويه، ده اللي هو داخل شويه، ده اعرض شويه. لو قربت كده المسافات تنيت القماش كده عشان تشوفوا هتلاقوا ان الجنب اصلا مش مساوي خالص. طب انا لو قربت المسافات كده وبدات اساوي الجنب ده وفردتها استحاله برضو هيطلع معاكي مساوي. طب انا اعمل ايه في الحاله دي يا مؤمن؟ في الحاله دي انا هعمل كده، افرد القماش خالص. لو انا حابه اساوي الجنب ده والجنب ده، الجنبين شمال ويمين مش مساويين، تمام؟ شمال ويمين مش متساويين، ركزوا كويس جدا في النقطه دي. يبقى هطبق كده الجنبين على بعض، هجيب الجنبين اللي اصلا مش مساويين اللي هم ايه، ده وده، وهبدا اعمل ايه؟ هعمل نفس الفكره بالظبط اللي انا عملتها من شويه في البدايه، وهبدا اقيس من هنا كده. ده اقل نقطه عندي تحت، انا بعيني شايفه ان هنا اقل في العرض وهنا اكتر. ولو بالمسطره كده برضو هتكتشفي فين الاقل وفين الاكبر. هنا تحت 44.5، فوق كام؟ فوق 46، تمام؟ فوق 46. يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد برضو نقطه هنا كده
على 44 اهي، وهاخد نقطة هنا على 44 ونقطة فوق خالص على 44، وهبدأ اوصلهم بالمسطرة برضو بالثلاثة بالشكل ده. هجيب المقص بقى واقص الزياده ده بالظبط. انا ما شلتش بتاع 1 سنتي من تحت، يعني من اقل نقطه. الزياده كلها 2 سنتي اتاخدت من فوق كده. عملت ايه ده؟ لو وش نعتبره ان هو وش خداديه كده، انا سويت الوش كويس جدا. الجنبين الاثنين بقوا مسويين مسطره، بقيت متاكده مليون في الميه ان انا كنت ماشيه، لان انا علمت بالقلم ومشيت عليه. كذلك الجنبين التانيين لو حابه اسويهم بنفس الطريقه هعمل كده، وهسوي واصغر المسافه اللي انا عايزاها. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. النهارده كده حبيت بس اوصل لكم معلومه القص وازاي بتساوي وازاي تساوي اي مسافه، حتى لو في القرصه الكبيره، لو في كيس المخده، في وش خداديه، برضك لو شرايط، ايا كان المسافه اللي انت هتقصيها تقدري تساوي البدايات ازاي والنهايات ازاي. يعني لو انا بقص وبضرب المقص يطلع معايا مسطره، هيكون الجنب اللي انا قصيته وبيطلع معايا مسطره هو اللي يساوي الجنب اللي مش مساوي. طب لو قصيت وضربت المقص والجنب اللي انا ضربت فيه المقص طلع مش مساوي والجنب التاني طلع مش مساوي، في الحاله دي هطبق القماش على بعضه وهساوي بالطريقه اللي انا شرحتها لكم. لو عجبك الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.